السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال اليوم. مستشار الرئيس الفرنسي هم من أعدوا حوار عبد المجيد تبون مع لوفيغارو، خلافا لما قد يتبادر إلى أذهان بعض من لا يفقهون كثيرا في نعرات النظام العسكري الجزائري، فإن خرجة عبد المجيد تبون الرئيس الذي نصبه الكبرنات عنوة على صفحات لوفيغارو الفرنسية لم تكن عفوية، بل إنها ناتج عمل تواصلي انعقد بين العاصمة الجزائر والعاصمة الوصية عليها باريس. هذا الأمر أكدته نشرة مغرب انتيليجونس المغاربية، مشيرة إلى أن الحوار الذي نشر على لوفيغارو لم يكن لينشر على الصحيفة الفرنسية، لولا أنه حظي بموافقة وتأشيرة من لدن مستشار قصر الرئاسي ووزارة الخارجية في العاصمة الفرنسية، بعدما توافق مضمونه مع خطة تواصلية مبرمة بين الجزائر وفرنسا في هذا الصدد. وضدا على ما حاول إظهاره من خلال الكلام، فإن الرئيس الجزائري كان مسلوب الحرية، ولم تكن باستطاعته قول ما يشاء على صحيفة لوفيغارو، بل جرى تلقينه ما يلزم قوله. وبعد كل ذلك خضع نص الحوار للمراجعة والتدقيق حتى لا تنفلت أي شائبة، ويضمن الفرنسيون أن عبد المجيد تبون تحت السيطرة مثل ما كان دائما. ووفق النشرة المغاربية فإن الحوار كان محضرا من قبل، وقد تمت قراءته وتمحيصه قبل النشر من لدن مستشار قصر الإليزيه والكيدورساي، والذين أدخلوا تعديلات وألحقوا إضافات معينة على أجوبة الرئيس الجزائري حتى تتلائم مع ما هو مبرم بين فرنسا والجزائر، وذلك بغاية تجميل وجهه وتمرير رسائل معينة. وحسب مغرب انتيليجونس فإن المسؤولين الفرنسيين تدخلوا في الحوار حتى لا يخرج عن سياق الأجندة المتفق عليها بشكل لا ينفرط معه الود بين فرنسا ومستعمرتها المقنعة، كما أن الغاية من الحوار كان التمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري إلى العاصمة الفرنسية باريس مستهل العام المقبل 2023 في خضم غضب عارم على موقف الجزائر من الاحتياج أو الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وأورد نفس المصدر بأن الحوار كان رسالة واضحة تحاول من خلالها فرنسا التخفيف من حدة الانتقادات الأمريكية التي تواجه النظام العسكري الجزائري بسبب التعامل الدائم مع روسيا التي تشن حربا هوجاء ضد أوكرانيا، بما يجعل نظام الكبرنات متورطا حتى الأذنين في إراقة دماء الأبرياء بسبب الأموال التي يضخونها في خزائن الروس طلبا للتسلح. وتروم فرنسا إعطاء صورة مغايرة للرئيس الجزائري كونه يلزم الحياد إزاء ما يقع في أوكرانيا وراء أو درءا لأي غضب أمريكي أو أوروبي من إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي حين استقباله لعبد المجيد تبون في باريس في العام الجديد، إذ تم تحضير الأسئلة مسبقا بينما الإجابات جرت مراجعتها بشكل دقيق حتى تظل الأمور وفق ما رسمه الفرنسيون للنظام الكبرنات.